صباحك فل يا حاج. صباحك قشطه ان شاء الله. دنيا والله عجزت يا حمامه. ما هو الحال من بعض يا حاج. عندك حق. ادينا بنعدي في الايام والايام بتعدي فينا. ربنا يديك الصحه. هتيجي منين الصحة يا حاج؟ والهموم بتزيد يوم ورا التاني والواحد مش ملاحق عليها.
انت ولادك اخبارهم ايه؟ الحمد لله. البنت الكبيرة اتجوزت وخلصنا من مشاكلها. ليه؟ هي عمرها قد ايه؟ اهي ماشية في ال18. مش استعجلت على جوازها؟ الجواز سترة للبنات يا حاج في الزمن الأخضر ده. عندك حق. بقول ايه يا حاج؟ الواد حسن ابني هيخلص السنة دي مدرسة الصنايع. يا ريت تشوف له شغلانة عندك في المصنع. يا سلام، غالي والطلب رخيص. يا سلام يا حاج. استغفر الله. ربنا ما يحرمناش منك يا حاج ويبارك لك في ولادك. اهي الدعوة دي هي اللي محتاجها منك. صباح الفل يا حاج. نارك قشطة. سيد. يا حاج. لو سمحت يا سيد، عايزك تشوف الراجل بتاع التليفونات وتاخده وتروح على البيت عند اختك. من عينيا يا حاج. مش تستنى اما اقول لك هيعمل ايه. هيصلح التليفون. لا، التليفون سليم. انا عايزه يشيل كل الفيش اللي في البيت ما عدا الفيشه اللي في اوضه اختك والفيشه اللي في اوضه عبد الوهاب. يعني يشيل كل الفيش اللي في اوض البنات والصاله؟ اديك فهمت. ليه؟ هو حصل حاجه كفل الشر يا حاج؟ لا، ما حصلش حاجه، بس البنات كبروا يا سيد، وزي ما انت شايف انا طول النهار بره البيت والاحتياط واجب. ما تخافش يا حاج، بناتك متربيين احسن تربيه وما يتخافش عليهم. انا عارف، بس الامر ما يسلمش. وعلى راي المثل، كل عين وقدامها صباع. حتى التليفون شلتوه من اوضتي. انت هتعملي ايه بالتليفون؟ هكلم صحابي. لا اصبري بقى على رزقك، اما يبقى هما يكلموك يبقى ردي عليهم. حرام عليكم اللي بتعملوه فيا. رمت عليكي عيشتك، مش لما اعرف الاول انت عملتي ايه؟ استنى يا اخ استنى. اي خدمه تانية؟ كتر الف خيرك. الف شكر يا استاذ. اتكل انت. اتكل انا كمان يا حاجه. لا تتكل ايه، اقعد معايا اشرب شويه شاي. لا شيء ايه، انا سايب الحاج لوحده في الوكاله. هي ثانيه مالها قاعده في البيت ليه؟ والله ما اعرف يا سيد. لا اكيد في سبب. ايه الحكايه؟ ده انا مخي ده هيوج، محدش بيقول لي. يعني الحاج ما قالكيش؟ والحاج ده بيقول حاجه؟ ما انت عارف اللي في دماغه محدش يعرفه الا هو. سبحان الله في طبعه. المهم انت عامل ايه؟ الحمد لله، اديني عايش في مورستان. ربنا يسامحك بقى. لا 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 لا. بقى طب يمكن من هنا احسن. انت رايقه قوي يا بنتي، جبتلك اللي انت عايزاه. قابلت نبيل النهارده في الاسانسير وانا راجعه من المدرسه وخدت منه نمره التليفون اهي. بعد ايه؟ هو ايه ده اللي بعد ايه؟ مش دي اللي انت كنت عايزاها؟ بابا شال فيش التليفون من اوضنا كلنا عشان ما حدش فينا يتكلم. مش معقول. يعني ايه بقى انا مش هعرف اتكلم؟ وانت اللي كنت هتكلمي مين؟ محدش ضامن الظروف. اهلا اهلا. ماما اقول لك على حاجه، بس قصري. عايزه تعرفي ليه بابا مرضيش يخلي ثانيه تروح المدرسه؟ ليه يا بت؟ اصل ثانيه اختي بتحب جارنا اللي تحتينا ابن الوزير. يا مسبتش السودا، جابش الكلام ده منين يا بت؟ هو كان بيكلم بهيره على ثانيه. طب يكلمها يقول لها ايه؟ ما سمعتش حاجه، انا بس عرفت كده وكده اقول لك. انا هوريكي يا ثانيه. بت ايه؟ اوعي تخبصي على حد تاني يا بت. مش هقول. شكك ضربه. مش عارفه اعمل ايه، هتصرف ازاي؟ انا عندي فكره هايله. فكره ايه؟ هقول. روحي
روح يا مايلة على اوضتك يا مايلة. ايه يا ماما في ايه؟ انتي حسابك معايا بعدين. لا حساب ايه يا ماما؟ انا ما عملتش حاجه. عملك اسود ومنيل. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ حكايتك ايه بقى يا ست ثانية؟ حكايه ايه يا ماما؟ حكايتك مع سنابيل دي اخرتها. انا توقفيني مع ابوكي الوقفه دي؟ اتاري كتم في قلبه وساكت. انا ما عملتش حاجه غلط. يا بنت ما تخلينيش اقوملك. طب ايه بس اللي حصل؟ انا اللي عايزه اعرف ايه اللي حصل. مش انتي يا اختي بنتي حبيبتي؟ ها بنتي الطيبه حبيبتي الكبيره حبيبتي، وانا امك اللي تهمني مصلحتك. ابدا يا ماما ما فيش حاجه. نبيل بيحبني وانا بحبه. ايه بقى الغلط؟ لا مفيش حاجه غلط. الغلط بقى انك ما جيتيش قلتيلي من الاول عشان افطمك قبل ما تروحي تقابليه. ما هو انا كنت ناويه اقول لك بس بابا ما ادانيش فرصه. انت بتتلقمي عليا يا عين امك. لو كنت ناويه تقولي كنت جيتي قلتيلي من الاول. طيب يا ست الكل اديكي عرفتي. تقدري تعملي ايه بقى؟ يا اختي هو اللي ناوي يعمل ايه؟ نبيل ناوي يتجوزني طبعا، بس مستني لما يخلص الكليه. يعني هو قال لك كده؟ ايوه يا ماما. بنتي حبيبتي انت هتحكي لي على كل حاجه يا اختي. انت كنت بتقابليه فين؟ في الاسانسير. يا لهوي. قفلي على الموضوع ده احسن لك، لو عايزه الليله دي تعدي على خير. هو يعني الكلام مش اخد وعطا؟ مفيش كلام اخد ودي فيه معاكي. يا عبدو مش كده، البنت كبرت ومن حقها تتجوز. تتجوز ولا تدور على حل شعرها؟ الكلام ده ما يتقاليش. انا بنتي متربيه. متربيه؟ انهي تربيه دي اللي تخليها تركب عربيه مع شاب غريب؟ هو ذبح، ما غلطت واتحاسبت وخلصت. بعد ايه؟ بعد ما فضحتني. يا عبد ربنا ما يجيبش فضايح ولا حاجه، الواد غرضه شريف. واللي غرضه شريف ليه ما جاتش خبط على الباب؟ مستنى ما يخلص وياخد الشهاده. الله يرحم. كنتوا نسيتوا اللي جرهت والدفاتر تنقرا. انت دوختني وراك السبع دخات، لا طايله سما ولا طايله ارض، ولا عارفه حتى امتى هتتكلم. الله يمسيك بالخير يا سيد يا اخويا. بيقول لي الجدع ده انا مش مطمن له، اهو هيخلى بيكي. غيرش بقى انا صعبت عليك قلت لي هتجوزك، اما ربنا يسهلها. بقى يا راجل اللي ترضاهولي انا ما ترضاهوش لبنتك. صوابعك مش زي بعضيها يا فاطمه. يعني ايه يعني؟ مانيش فاهمه. مش جايز الواد ده بيلعب بيها؟ جايز، وجايز كمان يكون عايز يتجوزها. طب ايه المطلوب مني؟ ايه المطلوب مني؟ عايز افهم. انزل اخده بالحضن واقول له معلش يا حبيبي حقك علينا احنا غلطانين، تعالى خد بنتنا تحت امرك. حد قال كده دلوقتي؟ امال عايزه ايه؟ انا مانيش عايزه حاجه، انا عايزاك تبقى هادي بس وما تنكدش على البيت بس. يعني اللي عملته غلط؟ لا، اللي عملته ده عين العقل، والبت اهي قاعده اما يعوزها يجي يتقدم لها وخلاص. وهنعرف ازاي؟ اهو كلها شهرين والامتحانات تخلص والميه تكدب الغطاس. بس على شرط. اشرط زي ما انت عايز. البت تفضل مرزوعه في البيت، باب الشقه ما تعتبوش لحد ما يجي المحروس هو وابوه يطلبوا ايديها، وساعتها هقدر اعرف ميتهم ايه. اكيد اكيد في سبب اللي بيها يقعدوها من المدرسه. جايز ناويين يجوزوها يا توحه. وهي كل واحده هتتجوز يقعدوها من المدرسه؟ وهي محتاجه العلم فيا يا حبيبي، دي الفلوس على قلبهم ما شاء الله تلون تلون. بس فاطمه اختي كانت متغيره حبتين، كانت زي اللي فيه في نفسها حاجه وكتماها ومش قادره تقولها. وكمان البت ثانيه مش زي عوايدها، مش دي ثانيه اللي بتضحك وتهزر. جايز عايزين يجوزوها غصب عنها. افضل قول لي جايز ومش جايز جايز ومش جايز لحد ما البنات العرسان يخطفوهم واحده ورا الثانيه ونطلع احنا من المولد بلا حمص. عارف بقى ساعتها ارقد فيها اموت.
يا ولية يا ولية، قلت لك 100 مرة كل شيء اسمه ونصيب، اسمه ونصيب. عارفه اسمه نصيب، اسمه نصيب، بس ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاه. طب وطي حسك، وطي حسك احسن بنتك تسمعك. مش عايزين نفتح مخها على الحاجات دي من دلوقتي، عايزينها تذاكر. ما تخافش، فاطمه عريسها عندي. ويطلع مين بقى؟ يا ترى نشنت على مين يا فلح؟ عايز حاجة تاني يا حبيبي؟ لا متشكر يا ماما. طيب تصبح على خير. ماما، نعم. هو انت لسه ما عرفتيش بابا طلع ثانيه من المدرسه ليه؟ عشان عيد ميلاد البت بنت الوزير اللي راحته من ورا باين ولا ايه؟ طب واشمعنى طلعها هي بس؟ طب ما نوفا وبهيره كانوا معاها. عشان هي العاقلة الراسية الكبيرة اللي كان لازم تعقلهم. ما اعتقدش ان ده السبب، اكيد في حاجه تانية. ولا تانية ولا تالتة، ما انت عارف تحكمات ابوك. لا بابا ما فكرش بالطريقه دي، اكيد في حاجه مهمه قوي. انت عارفه حاجه مخبيها عني؟ انا يا اخويا لا مخبيه ولا عامله. وبعدين يعني انت شاغل نفسك ليه؟ ما تخليك انت حلو كده في مذاكرتك. كده طيب، طالما بقى دي نظرتكم ليا فانا ماليش دعوه باي حاجه تحصل في البيت ده، ومن هنا ورايح هخليني في حالي احسن. لا تعرفوا عني حاجه ولا انا عايز اعرف عنكم اي حاجه. انت هتخاصمنا ولا ايه؟ هي ناقصه الحكايه، ده مرار ايه اللي انا فيه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها خير، عملت ايه؟ الحمد لله نجحت وبتقدير جيد كمان. يا ما انت كريم يا رب. مبروك يا خضير، الف مبروك يا ابني. الف شكر يا حاج. عبد الوهاب عمل ايه؟ والله ما اعرف يا ابني، هي نتيجته ظهرت؟ اكيد كل الكليات نتيجتها ظهرت. ناجح ان شاء الله يا حاج. تحب اروح اشوف النتيجه؟ لا بلاش. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا عبد الوهاب. المهم قول لي انت عملت ايه؟ انا طلعت بعلمين مع اني يا اخي كنت بذاكر كويس. المذاكره لوحدها مش كفايه يا عبد الوهاب، لازم يكون عندك اقتناع وحماس بالدراسه اللي انت بتدرسها. بس انا اللي اخترت الدراسه دي. ايوه اخترتها وانت عارف انك ما بتحبهاش. ده بتاع ربنا. لا اسمح لي بقى، ده يبقى اسمه تواكل. ولكل مجتهد نصيب. انت كده يا عبد الوهاب بتضيع وقتك ونفسك وحياتك. بس انا عملت اللي عليا. عملت اللي عليك من غير ما تعرف انت عملته ليه. مش فاهم. وهتفضل مش فاهم ما دام ما عندكش هدف عايز تحققه. انا هدفي ان يبقى لي كيان، شخصيتي المستقله. يعني ايه شخصيتك المستقله؟ يعني الناس تعرفني بشخصيتي انا، ما يقولوش ده ابن الحاج عبد الغفور. هي دي عقدتك اللي منعاك واللي هتفضل تمنعك يا عبد الوهاب انك تكون حاجه. يا ريت يا ريت بقى تنسى انك ابن الحاج عبد الغفور وتشوف طريقك. ما هو ده اللي انا بحاول اعمله فعلا، بس بتعمله بطريقه غلط. ما تهربش من نفسك يا عبد الوهاب. لازم تحدد الاول اللي انت عايز تعمله وتعمله، حتى لو كان اللي انت عايز تعمله ده قريب من اللي بيعمله الحاج عبد الغفور. مش يمكن يا اخي تتفوق عليه، وبدل الناس ما بتشاور عليك وتقول ابن عبد الغفور تشاور عليه هو وتقول والد عبد الوهاب. انا عايز يكون لي طريق غير طريق ابويا. انا ما اقدرش انافس ابويا. ابوك كان بينافس ناس اكبر منه ومع ذلك تفوق عليهم لانه عارف طريقه كويس. ابويا بدأ من الصفر، كان شغال صبي عند الحاج سردينه. ابويا اتمرمط كتير، انا ما اقدرش اعمل زيه، انا حاجه تانية. يعني ايه بقى حاجه تانية؟ سكت ليه؟ شفت ازاي يا عبد الوهاب ما انتش قادر تجاوب لانك لسه ما اكتشفتش نفسك. انت عارف يا حسين انا بفكر في ايه؟ بفكر اسافر بره، ادرس هناك، وجايز كمان قوي ما ارجعش الا لما اكون نفسي وابقى حاجه كبيره. انت عاوز تهرب بقى. اهرب من ايه؟ من نجاح ابوك طبعا. ثانية، انت يا بيت يا ثانية. ايوه يا ماما. نعم يا ماما. هي مش كل نتيجة الكليات ظهرت؟ ايوه، تسألي ليه؟ اسمه ايه بتاعك ده عمل ايه؟ نجح يا ماما.
انت عرفت منين يا بت؟ بهيرة اختي قابلت ميرفت اخته وقالت لها. طب ولما الحمد لله اسم الله عليه نجح ما جاش يتقدم ليه؟ يا خوفي اللي يطلع كلام ابوكي صح ويبقى بيلعب بيكي. ايه بس يا ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عارفه انت ليه واخده فكره وحشه عن نبيل. يا اختي انا لا واخده فكره حلوه عن نبيل ولا واخده فكره وحشه عن نبيل، انا بس كل الحكايه بسال ما جاش يتقدم ليه؟ مكسوف اسم الله يعني ولا ايه؟ لا يا ماما مكسوف ايه بس هو يعني هيجي يتقدم لي بالشهاده، مش مستني لما يتوظف. والوظيفه دي بقى تيجي امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله قريب. ما انت عارفه ان ابوه يعرف ناس كبار قوي، واكيد هيلاقي له وظيفه كويسه. بصي يا بت انا هقول لك على حاجه، احنا ولا نستنى ابوه ولا حاجه، عارفه احنا نعمل ايه؟ انا اكلم لك ابوك يعينه عنده في المصنع. بقى عايزه ابن الوزير يشتغل عند ابويا؟ يا جي الوزير وسنين الوزير، فلقتونا بالوزير. وزير ايه يا ام وزير؟ ده وزير بيروح وزير يجي. في حد قد ابوكي قاعد ومترسق في الوكاله؟ ده 100 واحد يستمنوا يخدموه، 100 واحد يستمنوا بس يقولوا صباح الخير وهو معدي. والله ما انتوا عارفين قيمه ابوكوا دي ايه. عشان خاطري يا ماما بلاش السيره ديت، احنا مش عايزين مشاكل. مشاكل؟ من دلوقتي مرعوبين وبنرجف من المشاكل، امال هنسيبهم ازاي يا اختي؟ الحقيقه رئيس مجلس الاداره ما تاخرش، كان لطيف جدا. اول ما كلمته عنك قال لي انك تروح له بكره باوراقك. يعني ايه تعين؟ امال انا بقول نبيل ايه دريه من الصبح. وقال لحضرتك على المرتب؟ حوالي 300 جنيه. ايه 300 ايه؟ وهم 300 جنيه دول يعملوا ايه؟ احمدي ربنا يا دريه، اللي بيتعين في الحكومه ما بيحصلش على ربع المبلغ ده. وهم ال 300 جنيه دول يفتحوا بيت؟ البركه بقى في ابو العروسه. انت لسه ناوي على الجوازه دي؟ في احسن منها يا بابا. العروسه ولا الجوازه؟ لا الجوازه طبعا. بصراحه بقى العروسه دي مش نازله لي من زور. انا مش قادر افهم هي مش عاجباكي ليه؟ اصلها بلدي قوي. وماله عجباني. طب عيني في عينك كده. وبعدين معاك يا ميرفت، وده وقت هزار؟ انت بعد ما تستلم الوظيفه تروح تقابل الحاج عبد الغفور. انا لوحدي يا بابا؟ حاجه عجيب. وخايف كده ليه؟ هو هياكلك؟ لا بس المفروض ان حضرتك اللي تروح. انا بروح له بعدين لما ابوها يوافق. يوافق؟ هو ممكن ما يوافقش؟ ما اعرفش، لكن كل واحد له حساباته. حساباته ده ايه؟ هو يطول انه يناسب ابن وزير؟ يا دريه يا دريه ارحميني بقى، قلت لك مليون مره وزير سابق. ولو يعني هو لو طلع ولا نزل ايه؟ ولا حاجه، حته مليونير. قلت لك يا مصطفى الفلوس مش كل حاجه. امال ابنك عاوز يتجوز بنته ليه؟ يا جماعه ما تخرجوش عن الموضوع. لا ده هو ده بقى الموضوع. ما علينا، انتوا بكره تروحوا تخطبوها، واوعوا توافقوا على اي شرط من شروطهم. شروطنا احنا بس هي اللي تتنفذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. امال فين الحاج؟ اي خدمه؟ انا كنت عاوزه في مساله شخصيه. لا مؤاخذه، مش سعادتك الوزير اللي ساكن عنده؟ ايوه. طب اتفضل استريح يا سعاده الباشا، اتفضل. هو الحاج مش موجود؟ الحاج لسه دلوقتي ماشي راح المصنع. وفين المصنع ده؟ ايوه يا فندم. حاج عبد الغفور. بضاعة لو سمحت. نبوظ يا فندم، خلاص سيادتك. شكرا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا ابني. مصطفى عبد الفتاح. طبعا يا فندم، اتفضل. الحاج يا فندم عنده اجتماع. قدامه كتير؟ دقيقة واحدة يا فندم. بس الكلام ده معناه ان المشروع شديد. يعني لما نشوف بس بقيه الكلام ايه عشان ايه؟ في حاجه خضرت؟ في واحد بره عايز حضرتك. مين ده؟ استاذ مصطفى عبد المطلب. ده الوزير اللي ساكن عندي. تحب اخرج له حاجه؟ لا لازم نكمل اجتماعنا. معلش قول له يستنى شويه واعتذر له عن كده. ها
يلا حاضر يا حاج. ما تنساش تقدم له حاجه. حاضر حاضر يا حاج. ايه قلتوا ايه؟ النوع ده من الحديد محتاج مكن تاني يا حاج. طب والمكن ده نجيبه منين؟ من اليابان. يلا على بركه الله. يعني ده كلام يا فندم؟ اجيب لحضرتك القهوه وانا اللي اشربها؟ معلش يا ابني، اصلي انا ممنوع من شرب القهوه. طب يا فندم اجيب لحضرتك حاجه تانية؟ لا لا، الف شكر يا ابني. كنت بقول حاضر حاضر يا فندم، ثانيه واحده. بس كده مشروع كويس يا حاج. انت شايف كده يا فهيم افندي؟ لا مشروع شديد. لا فكر كويس، ده هياخد في وشه 10 مليون جنيه. ايوه، ما هو هيردهم في ظرف سنتين يا حاج. يلا الخيره فيما اختاره الله. ايه يا ابني؟ وقف لي زي الزنهار كده ليه؟ كل شويه رايح جاي رايح، ايه في ايه؟ سياده الوزير يا حاج. يا نهار ابيض، انا شغلي خدني ونسيته خالص. خليه يتفضل. مع السلامه انتوا يا باشمهندسين. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. طيب يا حاج، اتوكل انا على الله. لا استناني عند خضير عشان هنروح سوا بعد كده على النكال. ماشي يا حاج. يلا. اهلا وسهلا. اهلا سياده الوزير. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خطوه عزيزه يا مصطفى بيه. تحب نقعد على المكتب ولا هنا احسن؟ هنا احسن. اتفضل. عدم المؤاخذه خليتك تستنى غصب عني. كان عندي اجتماع مهم، وبعدين سيادتك جيت من غير ميعاد سابق. انا قعدت مع السكرتير شويه. سكرتير؟ انت فاكر الواد خطير ده سكرتير بحقه حقيقي؟ لا، ده ابن اخو الحاجه، ابن اخو الست بتاعتي يعني. واد شاطر، فاجازه الصيف بيجي يشتغل هنا عندي، هو لسه في كليه التجاره، بس واد شاطر يعجبك. بالحق. اخبار نبيل ابنك ايه؟ الحمد لله، خد الليسانس. عال عال، الف مبروك. ما هو انا بقى جاي لك عشان خير، عايزه يشتغل عندي هنا، انا ما عنديش مانع. لا، ما هو نبيل اشتغل في بنك واستلم وظيفته النهارده. طب عال عال، ربنا يوفقه. انت قلت لي انك جاي لي علشانه، بخصوص ايه؟ احنا طالبين القرب منك. كده خبط لازق. طب مش لما يقعد في وظيفته وياخد نفسه ويترستق؟ كلامك مظبوط يا حاج. انا ما كنتش موافق ان هو يتجوز، كنت عاوزه يستنى لغايه ما يكون نفسه، انما لما عرفت هو حاطط عينه على مين قلت عنده حق. يا ترى حاطط عينه على انهي واحده في بناتي؟ الكبيره يا حاج. ثانيه؟ مظبوط يا حاج. تشرب ايه يا سعاده الوزير؟ لا مفيش داعي. لا انت اوعى تفتكر ان احنا في الوكاله. الواد حمامه كنت تخاف منه، يمكن مش غاسل الفناجين، لكن هنا مصنع كبير. تشرب ايه؟ الف شكر. إيه؟ ماشي. قلت يا حاج. والله الموضوع ده عايز قعده، وانا شايف ان ما ينفعش الكلام هنا مكان شغل. ما عنديش مانع. تحب نقعد امتى؟ بكره في البيت عندي الساعه 9:30 بالليل. ماشي؟ وهو كذلك. بس العريس لازم يجي معاك، عايز اخد ودي معاه في الكلام. طبعا يا حاج، استاذن انا بقى. خطوه عزيزه قوي، ولو انك تعبت نفسك وضربت مشوار سقع. اديني شفتك وقعدت معاك يا حاج. عارف لما الواد خضير قال لي انك عايز تقابلني، افتكرت انك جاي لي ليه؟ افتكرت ايه؟ افتكرت انك جايب لي شغلانه سقع. راجل سوقي بصحيح. قال ايه؟ قال عنده اجتماع ويمكنني انا بالسكرتاريه ساعتين. لا، دي حاجه ما تطمنش. انت مش مالي ايدك من بنته؟ المهم ابوها مش هي. يا جماعه خدوه بالسياسه، ده راجل جاهل. جاهل لكن مش بسيط زي ما قلت لكم قبل كده. يعني ايه؟ انت قلقتني يا بابا. مش هيوافق؟ لو كان ده في نيته كان رفض انه يقابلك. بس الراجل ده محيرني. ما تكبرش الموضوع قوي كده، حتى عشان تعرفوا تتكلموا معاه. طيب افرضي طلب طلبات احنا مش قدها. يعني هيطلب ايه؟ مهر وشبكه. وهو يعني ناقص فلوس؟ ده برستيج يا دريه. وهو اللي زي ده يا بابا برضه يعرف يعني ايه برستيج؟ لا، اذا كان يعرف فده يعرف كتير قوي، والا ما كانش كون الثروه دي كلها. انت لو شفت المصنع بتاعه ولا مصنع الحديد والصلب. بصراحه انا مش مطمن. يا ابني خلي عندك ثقه في نفسك. امال انت محامي
ازاي؟ دي اول واهم قضيه في حياتك. ربنا يستر. هخسر كتير قوي لو خسرت القضيه دي. مالكش حق يا عبد. يا لهوي، ده انت عليك عمايل. كان لازم تقول لهم تعالوا بكره، كنت تقول لهم تعالوا النهارده وخلصنا. ده احنا ما صدقنا البت تتسطر. بالهداوه يا فاطمه، بالهداوه. ده مش سلق بيض. احنا لازم نشحتفهم شويه عشان يعرفوا ان المساله مش بالسهل. ده شغل السوق وانا عارفه كويس. يا اخويا شغل السوق ده ايه؟ هي دي كمان بيعه وشروه؟ دي جوازه. ده في نظرك انت، لكن انا عارف ومتاكد انهم حاسبينها بيعه وشروه. بلا كلام. ده ابو الواد جه لحد عندك بنفسه. تمام. لو انا مكانه بقى ما كنتش عملت اللي هو عمله. كنت قعدت بقيمتي واخد ميعاد في البيت، لكن لان هو مش قادر يستنى وملهوف راح لي على الوكاله. ما لقاليش في الوكاله، طلع على المصنع. واحنا ساكنين في بيت واحد تحتنا بدورين، يعني البيت اقرب. عايز تقول ايه؟ طمعانين فينا يعني؟ ما كانوش يطمعوا فينا. يطمعوا في مين يا فاطمه؟ يا عبده ده وزير. ده كان زمان، وحتى لو كان لسه وزير. انت عارفه، لولا ان انا ملاحظ ان البنت متعلقه بالواد ولا كنت سالت فيهم. يا لهوي، لا اعمل معروف عشان خاطر البت. بلاش عشان خاطر البت، عشان خاطر انا يا عبده. بلاش تشد معاهم عشان خاطر. بقول لك يا فاطمه، انا بنتي غاليه قوي، واللي عايز يتجوزها لازم ينسى انها بنت عبد الغفور البرعي، ويكون عايز يتجوزها لقيمتها هي نفسها. جالك كلام يا ماما؟ مش قلتلك ان نبيل مستني لحد ما يخلص الكليه ويتوظف؟ اصل انت ما تعرفيش نبيل معتز بنفسه قد ايه. ده عنده كرامه. ده انا بكلم نفسي من الصبح، انا مش عارفه اقدم لهم ايه. بس هما جايين الساعه كام؟ انا اعمل لهم عشاء بقى وخلص نفسي وخلاص. ومامته جايه معاه؟ ما تدبريني يا اختي، اعمل لهم اكل ايه دول؟ سرية يلا يا سرية عشان نروح للكوافير. هروح للكوافير. كوافير؟ كوافير ده ايه يا اختي اللي هتروحين؟ انتوا فاكرين نفسكم هتقعدوا معاهم؟ اجري يا بنت نضفي المنبر المنقوع جوه. اجري. منبر؟ مشيها يا ماما كفته النهارده. بقول لك ايه يا ماما، وايه يعني لما نقعد معاهم؟ ما هم عارفيننا واحنا عارفينهم. بس تقدر ابوكي بقى ما عجبتوش حكايه القعاد معاهم دول. يا ماما ما هي برضه لازم توضب نفسها كده وتبقى مستعده، يعني يطلبوها تسلم عليهم، الحاجات اللي انت عارفاها دي. هو مين دول اللي يطلبوه؟ اهل العريس. اللي جاي العريس اساسا وابوه. بس انا مش عارفه اعمل لهم اكل دول، ده انا احترت. معقوله يا ماما؟ معقوله بابا ما قالكيش هتعملي لهم ايه؟ بنت انتيكي بالشبشب. بنت يا ريم خليكي معايا انا. قولي لي البس ايه؟ ولا اقول لك انا هنزل اشتري لي فستان جديد. فستان جديد؟ مين اللي هتنزلي تشتريه؟ ده انت اساسا ابوكي حالف ما انتش خارجه من باب الشقه. ليه يا ماما؟ مش خلاص؟ مش عرفني خلاص ولا مش خلاص. حد عارف ابوكي ده؟ حد يعرف ايه اللي في دماغه؟ انت خارج الليله دي يا عبد الوهاب؟ ايه يا ماما؟ في ايه؟ ضغطك فتحتها الليله يا حبيبي. مبروك. ما سالتنيش يعني مين العريس؟ على بركه الله. نبيل ابن الوزير اللي تحتينا. ما قلتليش يعني رايك ايه؟ المهم رايها. هي اذا كان عليها هي هتشير من الفرحه. خلاص يبقى على بركه الله. بس انا خايفه من حاجه بقى، خايفه لحسن ابوك يشد معاهم في الكلام، عشان كده عايزاك تحضر، اذا شد شويه تهد انت. وانا داخل ايه بالموضوع ده؟ مش اخوها يا ابني؟ انت حضرتك مش بتقولي ان ثانيه موافقه؟ وهو بموافقتها، ما انت عارف ابوك. وعارف ثانيه لما بتتشعبط في حاجه ما بتسيبهاش. ده بنت خايبه، ما شفتهاش عملت ايه لما ابوك طلعها من المدرسه. ثانيه ما كانتش زعلانه عشان خروجها من المدرسه، ثانيه كانت زعلانه عشان حاجات تانية. حاجات تانية ده ايه يا ولد؟ ربنا يهتم بخير. ماما في ايه؟ هروح مع ثانيه وريل الكوافير.
كوافير ده ايه؟ وانت مين اساسا قالك انهم رايحين لكوافير؟ ما هم جوه بيلبسوا هم. ما يلبسوا هو باللبس، ما اللي لبسوه يقلعوه. ناخد راي ابوك الاول. الحاجة عايزاك. ايوه. يعني ايه؟ انا مش قلت البنت دي ما تخرجش من البيت؟ جرى ايه يا فاطمه؟ انت مش عارفه تحكمي ولادك؟ وتتزوق وتتزفت ليه؟ مش الواد العريس ده شافها قبل كده؟ لا اله الا الله. فاطمه انا مش فاضي للمسخره دي، والكلام اللي قلته قبل كده هو اللي هيمشي، وانت المسؤوله. واسمعي، بلغي بنتك طول ما الراجل وابنه عندنا مش هتخرج من اوضتها. ايه؟ خلاص بقى انا مش فاضي، انا عندي شغل. خير يا حاج، مش تفرحنا معاك؟ ده لسه كلام بس يا سيد. والكلام على مين من البنات؟ ثانية. ربنا يتمم بخير. ومين العريس؟ ابن الوزير حته واحده. ابن الوزير؟ يا نهار اسود ومنيل. الله، هم مالهم ضاربين علوي قوي كده ليه؟ بس يا ريت الحاج يوافق. كمان يا ريت الحاج يوافق. امال عايز يتجوزها ايه؟ مليونير؟ مش قلت لك يا ماما احنا مش قدهم؟ ما تقولش كده يا حبيبي، بكره لما تاخد شهادتك هتبقى قدهم وقدود. افضل انت كده نامي واحلمي لما تصحي وتفوقي وتعرفي قيمه نفسك. يا راجل ده ابن خالهم واختك قلبها معانا. بس الكلمه كلمه الحاج. ايوه يا ماما، اللي بيقوله بابا ده صح. يا دي رايه، الداوي على الودان امر من السحر. بس الغريب يا ماما انهم ما عزموناش. لا دي كانت قرايه فاتحه بس يا بطه. عقبالك يا بطه يا بلبوطه يا روح امك لما تنولي اللي في بالي. بلاش تقولي الكلام ده قدام البنت، بلاش. احنا عايزين بطه كده تتشطر وتكمل علامها. انت قصدك ايه يا ماما؟ لا ما قصدهاش حاجه، ما قصدهاش حاجه. روح انت جهزي العشاء، جهزي العشاء، يلا بسرعه بسرعه. يا وليه بلاش تقولي الكلام ده قدام البيت، بلاش تعشميها في حاجه لسه في علم الغيب. وربنا اللي خلق الخلق ما حد واكسنا وجايبنا وراه الا انت. انا واصله، انا هروح اشوف اللي ورايا بعد اذنكم. لازم تعرفي هبات هقول لك كل شيء اسمه نصيب. عرفت ان كل شيء اسمه نصيب، بس الواحد يتكتك يخطط. يا سبحان الله، هو جواز بالعافيه يا وليه؟ هي القرابه دي شويه يا راجل؟ الحاج ما يعرفش غير مصلحته بس، ما يعرفش غير هات وخد، والحمد لله ادينا عايشين في خيره ومغرقنا ومغطينا. طب يكمل جميله يقببنا شويه على وش الدنيا بدل الهدوم اللي بقالها عندي 10 سنين اغسل والبس فيها. كان يوم اسود يوم ما اتدبست فيك، يوم اسود. كان يوم ملوش ملامح يوم ما اتجوزتك. ربنا يسامحك يا فاطمه يا اختك، ربنا يسامحك. يا لهوي، دي اختي دي ولا دي مانيش عارف. الجلاليب اللي انت مطلعاها دي كلها خلصيني، ناوليني اي جلابيه. يوم مش لازم تبقى بقيمتك قدام الناس. شوف الوليه، هي الجلابيه اللي بتعمل لي قيمه يا فاطمه؟ يوم انا عارفه قيمتك كويس، بس اللي جايين دول اساسهم منظر. تكونيش فاكرين ان انا هبقى العريس. فشر عريس ده، انت اجدع من 60 عريس. امال الواد عبد الوهاب فين؟ خرج من شويه. خرج؟ ليه؟ ما حدش قاله ان في ناس جايين يتكلموا على اخته؟ عارف وقايلاله. ما يكونش العريس مش عاجبه؟ مش كان يقول لنا وينورنا؟ قال لي ما دام اختي موافقه خلاص انا ماليش لازمه. الواد ده محدش عارف ايه اللي بيدور في دماغه، لكن اللي انا حاسه انه ماشي بالمعوج. يا خساره، كان نفسي يتعدل، كان اعمل ايه بقى؟ اهو ده حظي في ابني الوحيد. بقول لك ايه يا عبد، الواد ده لو جوزناه مش ينصلح حاله؟ يا ريت ايدي على كتفك. بس ده نجوزه مين؟ مالناش دعوه، هو اللي يختار. يختار ده ايه؟ ده احنا لو سيبناه لا هيروح ولا هيجي. هو حر، احنا مدينه حريته بالكامل، اما نشوف اخرتها معاه ايه. طب انت كمل لبسك وعقبال ما اروح اكمل بقيه الحاجه انا. ثانية يلا عشان تفتحي باب لعريسك. عارفة يا سونسون، أنا لو منك أقعد أغني عريسي جه. أنا جاية أهو. عريسي جه. أنا جاية أهو. بتتريقي حضرتك؟ اجري افتحي باب يلا. وأنا أفتح له الباب ليه؟ هو عريسي ولا عريسك؟ ايوه
اقعدوا تعزموا على بعض كده لحد العريس وهو يزهقوا ويخلعوا. يسمي في دمكم انتوا الاثنين، واحده فيكم تقوم تفتح، انا ما اقدرش افتح الباب. يا اختي يا ننوسه مكسوفه؟ مش حاجه، انا مش مكسوفه ولا حاجه، ما انت عارفه ان بابا محرج عليا اخرج من الاوضه دي. بقول لكم ايه، افتحوا الباب بسرعه، العريس هيطير. استنوا نظيره فتحت الباب. فرش غالي لكن ما فيهوش ذوق. بس الشقة كبيرة قوي. دول شقتين مفتوحين على بعض. بيقولوا إن عنده 4 عمارات. ده غير فيلا في شارع شجرة الدر. يا اهلا يا مرحب. يا اهلا. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا يا ابني. ازيك يا عمي؟ اتفضلوا. ازيك يا مصطفى بيه؟ الحمد لله. يا ترى عجبك المصنع؟ كان نفسي تشوف المكن. مصنع هايل يا حاج. عارف يا مصطفى بيه، في الاول خوفوني منه، بعدين قلت يا واد جمد قلبك، الخيره فيما اختاره الله. ربنا يوفقك يا حاج. وانت كمان يا ابني مبروك. ابوك قال لي انك مسكت وظيفه كويسه في بنك. الله يبارك فيك يا عمدي، الحمد لله. ويا ترى ربطوا لك ماهيه كويسه؟ ايوه يا عمي. كام ان شاء الله؟ حوالي 300 جنيه. ياه شويه. عمي اصل كمان في حوافز وبدلات يعني. انت لسه بتقول يا هادي، بس بصراحه انا مش فاهم انت ليه مستعجل على الجواز كده. الاستقرار كويس قوي يا عمي، خصوصا لما الواحد يلاقي عروسه بنت ناس. ابن نبيل طول عمره منضبط في حياته، مش زي بقيه الشبان ما يفكروش غير في البنات والحاجات اللي تغضب ربنا. ونعم الاخلاق. لما كلمني عن بنتك قلت له ونعم الاختيار، لانه حقيقي يا حاج مش هيلاقي احسن منك عشان يناسبه. ربنا يخليك يا مصطفى بيه. وانت يا ابني عايز مين من بناتي؟ الانسه سنيه يا عمي. انا ما عنديش مانع. متشكر قوي يا عمي. طلباتك يا حاج. انا ما بطلبش اي حاجه الا بالاصول. حازمي هاتي حط هنا. مساء الخير. اهلا بعروستنا، ما شاء الله ونعم الاختيار يا ابني. لا يا بابا، دي مش هي، دي اختها. ما شاء الله ما شاء الله. نرجع لموضوعنا يا حاج، احنا طبعا متفقين من حيث المبدأ. ربنا ما يجيبش خلاف. طيب بقى نتكلم في التفاصيل. قصدك يا مصطفى بيه نتكلم في الاصول؟